مشاهدي الفضائية المصرية، مساء الخير عليكم جميعا أينما كنتم في أي مكان في العالم. في برنامجنا نرصد لكم ذلك الجانب الآخر من مصر، ونحمل لكم تلك الأخبار التي لن تروها متصدرة نشرات الأخبار مصر، ولكن من زاوية أخرى: مؤتمراتها، ندواتها، معارضها، لياليها، وكل ما يجري فيها لحظة بلحظة نضعه لكم تحت الضوء. تابعونا. احنا النهارده اليوم ده واقفين جنب الشعب الفلسطيني، بنعلن كمصريين وبنعلن كاعضاء الجمعيه المصريه للامم المتحده وبنعلن كممثلين لجمعيه الامم المتحده في مصر ان احنا في ظهر الشعب الفلسطيني، ان احنا بندعم الشعب الفلسطيني، ان احنا بنتضامن مع الشعب الفلسطيني، ان احنا بننصر الحق في نصرتنا للشعب الفلسطيني، ان احنا بنقف في ظهر المظلوم وبننصر المظلوم على الظالم، ان احنا بنسعى بكل جهود الممكنه لنصره الشعب الفلسطيني اللي يستحق انه ياخد حقوقه. واحنا هنا بنؤكد ان الدوله المصريه بتبذل جهود كبيره في دعم القضيه الفلسطينيه، بتبذل جهود كبيره في دعم الشعب الفلسطيني، بتبذل جهود على النطاق المحلي والنطاق الدولي من اجل نصره القضيه الفلسطينيه. واحنا كشعب مصري كلنا في ظهر الشعب الفلسطيني، بنعلن تضامننا معاه، بنعلن دعمنا ليه، بنعلن تأييدنا لكل الجهود الرائعة اللي بيعملها الشعب الفلسطيني البطل من أجل الحصول على حقوقه، وضد أي كلام يتقال إن هم مقصرين أو إن هم ارتكبوا أخطاء في حق. بالعكس، إحنا النهاردة بنوجه تحية لكل الفلسطينيين اللي بيبذلوا أقصى ما عندهم لتحرير بلدهم ونصرة بلدهم ووقوف في وجه العدوان الغاشم المحتل الظالم اللي سلب حقوقهم. هم النهاردة في الأبطال الحقيقيين على الأرض، بيقدموا التضحيات الكبيرة من أجل تحرير أرضهم وبلدهم. وإحنا بنعلن تضامننا كشعب مصري، كدولة، كحكومة، كجمعية مصرية للأمم المتحدة بتدعم الشعب الفلسطيني حتى يأخذ حقوقه المسلوبة. غدا مع فريق عمل جديد وحلقة جديدة نرصد لكم فيها ذلك الجانب الآخر من مصر. حتى ذلك الحين أشوفكم على خير.